النهارده هنعمل مع بعض فراخ مشويه في الفرن. بجيب بهارات الجرام مسالة، باخد منها معلقه، لو مش موجوده هنقدر نستغنى عنها. بحط معلقتين ملح، معلقه فلفل اسود، رشه من جوز الطيب، بهارات مشاوي دي بتتباع جاهزه، بحط منها معلقتين، معلقه كبيره من عسل النحل او العسل الاسود، معلقه من البابريكا المدخنه، معلقه من الخل. هقلب كل ده مع بعضه واجيب الفرخه بعد ما غسلتها كويس قوي بالدقيق وبالليمون ونضفتها. هبتدي افصل الجلد عن اللحم زي ما احنا شايفين كده، زي بالظبط ما بنحشي الحمام. هنفصل الجلد عن اللحم كده، وبعد كده هجيب البهارات بتاعتي وابتدي اعمل مساج كده للفرخة من اللحم بتاعها والجلد ومن كل ناحية، واحط برضو في البطن منها، بحيث ان تبقى كل حتة في الفرخة ليها طعم البهارات اللي احنا عملناها. بعد كده هحط عليها شوية من الزيت ده بيدي قرمشة للجلد وبيدي لون حلو، وبرضو بس بدلك بيه الظهر، وبحطها في فرن سخن. ولما بتطلع بدهنها بالصوص اللي خرج منها بالشكل ده كده، وبقطعها زي ما انتوا شايفين استوت، وبقى كان طعمها خطير وريحتها حلوة جدا. جربوها بجد مش هتندموا. بصوا هي كانت سخنة قوي ولحمتها دايبة، ان شاء الله تعجبكم. الف هنا.